حدث في مثل هذا اليوم 22 من يوليو عام 1944 استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها. أما في ذات اليوم من عام 1946 منظمة الإرجون تقصف فندق الملك داوود في مدينة القدس، ما أدى إلى مقتل 91 شخصا وإصابة 46 آخرين. أما في 22 من يوليو من عام 1952 تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لعدة ساعات فقط، وذلك بسبب قيام ثورة 23 من يوليو في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرا في مصر. وفي ذات اليوم من عام 1990 المجلس الوطني العراقي يصدر توصية بأن يظل صدام حسين رئيسا للعراق مدى الحياة. وفي 22 من يوليو من عام 2006 افتتاح ملعب الإمارات، وهو الملعب الحالي لنادي أرسنال لكرة